اهلا بيكم في المكان الجميل في بلدي الجميله الاقصر. دي اول حلقه لينا مع بعض في ازاي تركب العجله وازاي تتعامل مع العجله وازاي يعني ايه سايكلينج اصلا. سايكلينج مش يعني رياضه سباق الدراجات الهوائيه، ولا هي لفتين بالعجله جنب البيت، ولا هي حاجه يعملوها ناس محترفين رياضيين خارقين فظاع، ولا هي هري واي كلام. سايكلينج يعني تعشق هذا الشيء، تحب الطريق، تحب السفر، تحب الترحال، تحب الطبيعة، تحب الناس اللي حواليك، تحب الأماكن، إنك تبذل مجهود عشان توصل للأماكن، إنك تبذل مجهود وتكتشف نفسك، تكتشف طاقتك، تكتشف آخرك فين. من الحاجات اللي فرقت معايا قوي ناس معينين كده قابلتهم فرقوا معايا جدا، ناس ادوني باشن وادوني رغبة إن أنا أجرب الموضوع ده بالطريقة دي. الناس دول هم كتير جدا، بس اكتر اتنين فرقوا معايا هم مارتن ولوتسيا. مارتن ولوتسيا جم هنا الاقصر في رايد كانوا عاملينه من شمال افريقيا لجنوب افريقيا، من شمال افريقيا لجنوب افريقيا، راجل وست بعجلتين بس جايين يسافروا كل المسافه دي. انا ما كنتش اعرفهم، بالصدفه انا بألف في جروب من الجروبات ان بيقولوا يا جماعه ده في اتنين مارتن ولوتسيا دول رحالين بالعجل وموجودين هنا في مصر وهم حاليا في الاقصر، يا ريت اللي يقدر يساعدهم يجي يقابلهم يعمل اي حاجه. لا ده مادام في الاقصر يبقى لازم اخش صفحتهم واشوف هم فين. فانا دخلت كلمتهم على الماسنجر، اتفاجئت ان هم عايزين يتعرفوا بالناس، فاول ما قالوا لي ايه انت في الاقصر بجد ينفع نقابلك؟ قلت لهم تمام يا ريت. انتوا كمان بايتين فين؟ الكلام ده كان الساعه 10:30 بالليل، فقالوا لي احنا بايتين في خيمه في الشارع. قلت له لا تعالوا، انا عندي محل هنا، فقلت تعالوا باتوا فيه. طبعا المحل عندي مش مجهز للكلام ده، بس قلت اي حاجه يعني اساعدهم باي حاجه. فجبتهم ولقيتهم جولي في خلال نص ساعه كانوا وصلوا ودخلوا قعدوا معايا وقضينا ليله جميله جدا، حكينا فيها يعني ايه سايكلينج وشفت العجل كمان، اتكلمنا في ازاي الموضوع بيحصل وايه التجهيز اللي المفروض بيتم. يعني ابسط حاجه ان العجله بتاعت مارتن طبعا هي كلها كانت شنط، يعني زي ما انتم شايفين في الصوره بتاعتهم كده كلها شنط. هو جاع فقال لي يلا ناكل، قلت له بس انا ما عنديش مطبخ. قال لي لا انا معايا كل حاجه. راح فتح الشنطه اللي هنا وطلع بوتاجاز وانبوبه كده حاجز عشان النار ما تطفيش، وراح ولع. لوتسيا في عجلتها كان في المواعين، طلعت الحله حطيتها على النار وجابوا رز وجابوا مش عارف ايه وجابوا ايه وعملوا اكل قدامي. فالفكره ان التجهيز كان رهيب، فعلا عارفين ازاي يدبروا كل حاجه. العجله فيها خيمه فيها سرير، انا فعلا ما اديتهمش اي حاجه، هم عملوا كل حاجه واكلهم وشربهم وكل حاجه. طبعا ان حد يروح من شمال افريقيا لجنوب افريقيا واقعد معاه ويحكي لي عن السايكلينج فعلا كان الموضوع رهيب، وما كفانيش خالص الوقت اللي انا قضيته معاهم. انا كنت عايز اقعد معاهم اكبر من كده وقت. حقيقي فرقوا معايا. نوفل فرق معايا جدا، المصري اللي سافر لحد الجابون بالعجله وراح على روسيا بالعجله، انا مش فاهم هو عامل كده ازاي. فالناس دي ادتني باشن ينفع يحصل. انا على فكره لسه ما سافرتش بلاد بالعجلة. نفسي اعمل كده، نفسي الاقي تيم ونعمل تيم ونطلع مع بعض بلاد، بس رغم ان انا لسه ما وصلتش ل1% من اللي هم عملوه، بس مجرد ان انا بتحرك في الكورنيش هنا بالعجله بحس احساس الحريه بتاع العجله، في نفس الوقت بتدي لك مرونه وبتدي لك لياقه بدنيه، تطلع طاقه سلبيه، وفي احساس كده مش بتلاقيه في حياتك الا في العجله. انا اشجعك لو انت ما جربتش خالص انك تعمل ده اعمله. لو انت ما بتعرفش تسوق عجله اتعلم سوق عجله. لو انت مش قادر تجيب عجله هات اي عجله، ممكن تجيب عجله عاديه ما فيهاش سرعات، ممكن تجيب اي عجله ايا كانت واطلع واتحرك. ولو انت مش لاقي حد يطلع معاك اطلع. انا طالع كل الطلعات دي لوحدي تقريبا، وبعدين عملت جروب على الفيس، وبعدين قابلت جروب هنا في الاقصر. فما تيأسش، انا في الاقصر وجات لي الثقافه دي لحد عندي وعملتها ونفذتها. انت كمان اعمل كده. اشجعك تتابع الفيديوهات لان هكون بتكلم فيها عن السايكلينج اكتر، عن العجل، عن انواع العجل، عن ازاي تشتري عجله، عن ازاي تصين عجله، عن كمان بلاد، عن كورنيش الاقصر، وعن الامارات، وعن ابو ظبي، وعن دبي، وكل بلد بروحها اكون بصورها اكتر واكتر. تشجع، هات عجلتك ظبطها واطلع قريب. وشكرا ليك انك كنت تابعت الفيديو ده. اتمنى لو عندك اي كومنت اكتبه لي، لو عندك اي سؤال ابعت لي، واعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه.